حبايبي الحلوين، مساء الخير عليكم يا حبايب قلبي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. فيديو جديد، وطبعا راجعين بعد غياب وبقوة ان شاء الله. بس يعني انا بجد الفيديو النهاردة حماسي لدرجة فوق ما تتخيلوها. هوريكم حاجات ان شاء الله تقدر تساعدكم انتوا كمان، وتبدأوا تعملوا اي حاجة في حياتكم او انجاز زي ما انا عملت بفضل الله. هو اي نعم ما وصلتش للانجاز او تحقيق الحلم اللي انا نفسي فيه، بس يا بدأت حاجة صغنونة قد كده اهو. وان شاء الله باذن الله مع الوقت هقدر احقق كل اللي نفسي فيه. يلا بقى، عايزاكم اول حاجه تعملوها انك تروحوا تعملوا سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش مشتركين او اول مره تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اي حاجه جديده انا بنزلها. طبعا حابه ابدا كلامي باهم حاجه عملتها بعد الحمد لله ما نص السنه خلصت. بالنسبه لي، بالنسبه لنا كلنا يعني خلاص هي بالفعل خلصت. احنا حاليا النهارده 6/7. الفيديو ده هينزل لكم بكره ان شاء الله 7/7 يوم الثلاث. اول حاجه عملتها كان نفسي، اول حاجه او كان اول انجاز كاتباه في الدريم ليست بتاعتي، او مش هنقول الدريم ليست قوي لان انا احلامي لسه كبيره يعني لسه بعيده المدى. احنا خلينا مثلا في الاهداف. اول هدف من اهداف السنه دي كان نفسي احققه الحمد لله، هو اني اعمل اوصل ل1000 فولورز. والحمد لله بفضل ربنا وصلت له. بس هو اي نعم القناه لسه ما اتفعلتش، لسه فاضل النص التاني اللي هو عدد ساعات المشاهده، وده كتير جدا. بس ان شاء الله خير. وزي ما وصلت ل1000 فولورز اكيد هنوصل في يوم من الايام لتحقيق ساعات المشاهده. تاني حاجة كان نفسي اعملها هو اني اجيب رينج لايت جديد، لان طبعا كنت محتاسة في التصوير والفيديوهات، وده اللي كان معطلني شوية. والحمد لله بفضل ربنا جبته. فيعتبر عملت انجازين. فاضل لي لسه مثلا من الاهداف 5، فاضل لي لسه 3. ومن ضمن الثلاث اهداف اللي عندي اني اكبر البراند بتاعي وصفحة الشغل بتاعتي. والحمد لله بفضل ربنا انا بحقق او بوصل لحاجات دلوقتي وبعافر علشان على اخر السنة اكون وصلت للمرحلة او الرضا اللي انا نفسي فيه. الفيديو بتاعنا النهاردة ما هو إلا دردشة عامة على الشغل بتاعي. ولو انتي مثلا تقدري انك تستفادي من الفيديو وتطلعي بفكرة او فكرتين او تطلعي بكل الافكار من الكلام اللي انا هقوله النهاردة. اول حاجة كان نفسي ان انا يبقى عندي براند شغل. طبعا انا خريجة بكالوريوس علوم زراعية، والحمد لله الشهادة انا خدتها وقعدت بيها في البيت. لان طبعا انا كان ينفع ان انا اشتغل بيها في اي حتة، بس المرتب قليل والمواصلات كتير، فبهدلة على الفاضي. ومش جايبة اي نتيجة مرضية بالنسبة لي، مش لاحقة ان انا احقق انجاز او هدف في حياتي. مرتبات كيميائيين التحاليل، كنت شغالة كيميائية تحاليل، فطبعا مرتبها قليل جدا. وطبعا انا بعد ما نقلت او عزلت بعد ما اتجوزت، فالمشوار بعد عليا عن المكان اللي كنت بشتغل فيه في المعمل. فحاولت ان انا ادور على معامل تانية، كلها كانت مرتبات ضعيفة جدا، لدرجة ان انا وصلت ان انا ابقى سكرتيرة للدكاترة وكده، وادور على عيادات اشتغل فيها. بس لقيت مرتبات 1500 و1300. طبعا دول ما ياكلوش عيش خالص. ال1300 دولت احنا ممكن نصرفهم في خروجه لو خرجنا، ده لو خرجنا يعني اصلا ما يمشوش بيت. فقلت لا، انا هقعد في البيت بكرامتي، واحاول ان انا اعمل اي حاجة او احاول ان انا انجز اي حاجة في حياتي، حتى لو هطول معايا شوية والوقت. بدل ما هوصل في مثلا في سنة اوصل في سنتين مش مشكلة، بس المهم ان انا اوصل. حاولت ان انا ادور، لقيت فكرة الكاندي والحلويات والمقرمشات والحاجات دي كانت لذيذة معايا الحمد لله. وكنت ببيع، بس ما كانتش بالكمية اللي انتوا فاكرينها. يعني كنت بعمل اوردرات، كنت بوصل محافظات، بس ما كنتش توسعت لسه في الموضوع كبداية. ثانيا كان اللي بياخد مني مرة تاني مرة يقول لي طب خليها الشهر الجاي عشان الظروف مش احسن حاجة. فكنت بجيب الشغل وكان بيتركن معايا، والحاجة طبعا طعمها بيغير. يعني الفول السوداني اللي هو بالأطعمة والحاجات دي كان كلها طعمها بيغير. اللب اللي هو كان بالأطعمة كان طعم الزيت فيه بيبقى باين وبيغير. فالحاجة دي ما ينفعش ان انا اجيبها واركنها معايا وفي الاخر اجي بعد كده ابيعها، لا حرام. ف
الموضوع بالنسبه لي استبعدته شويه، قعدت اشتغلت فيه شويه، كنت بجيب بالطلب. لما كان حد بيطلب مني حاجه اروح اجيب على قد الكميه من المكان، واخسر طبعا فلوس ومواصلات، واخسر مجهود ووقت، ومعايا ابني. وفي نفس الوقت انا اللي كسبته دفعته مواصلات عشان اروح مثلا ايه اجيب الحاجه من العتبه مثلا او ارجع. كنت بجيبها من رمسيس، من حاره اليهود. فقلت لا لا لا، الموضوع مش قد كده معايا. بعد كده ظهرت قدامي في التيك توك كده، وانا بقلب فيديوهات بتتكلم عن او بيعملوا فيها بوكيهات الكنزي. قلت فكرة مميزة وشكلها حلو ولذيذة، وهدية تكون لأي حد مثلا عايز يهدي واحدة بنت عايزة تهدي صاحبتها في عيد ميلادها، واحد عايز يقدمها لخطيبته برضو كهدية. ففكرة حلوة. حاولت ان انا اعمل كده لحد ما توصلت، او الفيديوهات لما فضلت اتفرج عليها فضلت تجيب لي فيديوهات، والتيك توك يقترح لي فيديوهات تاني، ووصلني لفيديوهات البوكيهات بتاعه الستان، الورد الستان. فقلت الله، طب ما دي فكرة حلوة، بدل ما نعمل بوكيهات الكاندي، طب ما انا حتى لو جبت بكر الستان ده وخليته عندي، هو كده كده شغل مركون، ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيغير لون ولا طعم، يعني حاجة مش ملهاش مثلا تاريخ صلاحية او تاريخ تغيير طعم. فقلت حلوة. بدأت ان انا اتعلم واحاول ان انا اعمل كذا بوكيه، وبالفعل عملت بوكيهات، ووصلت الحمد لله بوكيهات كتير جدا لناس كتير، ووصلت اوردرات. بس لحد الان ما وصلتش ان انا اوصل محافظات، لان لحد الان انا خايفة ان بوكيه يبوظ مني، شركات الشحن تبوظه. في حد طلب مني اوردر قبل كده، كذا حد، وواحده بالفعل بعتت لي ديبوزيت، وانا رجعته لها بسبب ان انا خايفه على الاوردر وهو رايح لها. فبطلت الموضوع ده، ان انا اوصل محافظات، يعني تجنبته وقلت خلينا في القاهره والجيزه. فبوكيهات الورد الستان من كتر الشغل الحمد لله قدرت ان انا اتفوق فيها، وقدرت كمان ان انا اعمل في العيد بوكيهات العيدية وبوكيهات الفلوس، وكذا حد طلبها مني بفضل الله. فالحمد لله دي كانت اول فكرة معايا تنجح، وكملت عليها. بدأت بقى بعد كده قلت اضيف للبراند بتاعي او للمنتجات بتاعتي، الشغل بتاعي اضيف ليه حاجة. فحبيت ان انا مثلا هو ايه ايه اللي ممكن يفرح البنت او يبسطها. لو مثلا واحد مزعل خطيبته ممكن يجيب لها ايه، بوكيه ورد مثلا، او في عيد الحب ممكن يجيب لها بوكيه ورد. في جنبه ايه بقى، بيبقى بوكس كده مثلا، في برفيوم، في روج، في مثلا في اي حاجة حلوة هي بتحبها. شوكليت طبعا، كل حاجات البنات بتحبها ما هي الا عبارة عن مثلا برفيوم مثلا، او منتجات سكين كير، او منتجات ميك اب. الشوكليت ده طبعا البوست بتاعنا غني عن التعريف. ممكن بوكيه الورد جنب البوكس. فكل الحاجات دي يعني بتكون في كومبو كده للبنوتة، وهو ايه مثلا خطيبها رايح يصالحها او رايح يجيب لها هدية بيها في اي مناسبة يعني. فقلت طب ما اجرب البرفيوم برضو. البرفيوم برضو ريحته يعني كل ما بيقعد كل ما ريحته بتبقى اقوى وبتعتق زي ما بيقولوا كده. فحاولت ان انا اجرب في البرفيوم الميني، اللي هي الازايز الصغيره، وفي نفس الوقت بتكون يعني اللي انت لو حابه تاخدي كذا نوع فتقدري تاخدي كذا نوع، ما اجبركيش ان انت تاخدي ازازه حجم كبير وتجربيها وتقولي ريحتها ما عجبتنيش. ما انت ممكن تاخدي كذا نوع صغير، الازازه بتكون 30 ملي، وفي نفس الوقت بتكون معاكي كذا ريحه او كذا نوع. فدي برضو فكرة عجبتني جدا، فبدأت ان انا امشي في الموضوع، وبالفعل عملت كده وجبت شغل. والحمد لله برضو كنت انا بنزل بازار كل شهر يومين في الاسبوع. كل اول شهر بنزل يومين في الاسبوع. فقلت زي الفل، حلو قوي. فبدأت ان انا اضيف البرفيوم فوق بوكيهات الورد بتاعتي. دي كانت تاني فكرة تنجح معايا بصراحة. تالت حاجة حاولت ان انا اجرب فيها برضو، قلت طبعا الليب جلوس، البنات هتحب الحاجات دي بجانب البرفيوم والورد. بس الليب جلوس حاولت ان انا اعمله، بس هي الفكرة حساها مش احسن حاجة، ومش هكمل فيها تاني. انا بدأت وعملت شغل فيه، بس حاسة ان انا مش هكمل فيه تاني، لان انا مش راضية الرضا الكامل عنه، ما عجبنيش بصراحة. فقلت لا، خلينا في الحاجة اللي مضمونة، وكمان خامته غالية جدا ما عجبتنيش. فجبت خامات وخسرت فلوس، مش هقول لكم ان انا ما خسرتش، انا خسرت.
وما بعتش الكميه اللي انا عملتها. يعني انا عملت كميه، ما بعتش الكميه اللي انا عملتها علشان حتى اجيب جزء من الفلوس اللي انا دفعتها في الخامات. فحتى لو انا بعت كل الكميه اللي انا عملتها مش هتجيب لي كل السعر اللي انا دفعته في الخامات. فحاسه ان انا بصراحه الموضوع كان عايز دراسه جدوى وعايز اخر حاجه بقى. ولسه يعني مؤخرا الحمد لله بدات ان انا يعني اعلن عنها. لسه ما بداتش ان انا ابيع بشكل مباشر، ونزلت البازار بالشغل وبس اشتغلت فيهم الحمد لله، وفي ناس اخدت مني. وهي اللولي او الخرز بتاع الهاند ميد، الشنط، ومثلا جرابات الموبايل، حاجات الاطفال، حاجات كتير جدا جدا بتتعمل من اللولي. ويعني انا دخلت على بنترست لقيت يعني صور لا حصر لها. وببقى ببحث على مثلا حاجة معينة، الاقي صور والاقي حاجات كتير جدا، والاقي حاجات اصلا لا ممكن اتخيلها. فالشغل ده مش بتاعي بصراحة، يعني مش انا اللي بعمله، دي اختي بس. يعني هي سنها كبير شوية، يعني ما عندهاش خبرة في السوشيال ميديا والتسويق، وما عندهاش صفحة والكلام ده كله. فعرضت عليها ان انا ممكن اشتري منها الحاجة. يعني هي مثلا هتجيب الخامات وهتشتغل وهتحط طبعا الربح بتاعها عادي، وانا هاخد منها، وهبدأ ان انا اسوق لنفسي واشتغل. هي ما اعترضتش وما قالتش حاجه، ما شاء الله. انا بشتري كاني بشتري عادي من محل جمله، وباخد الشغل منها بكل حاجه وبديها بحاسبها عادي. وبعد كده بقى الشغل بتاعي انا بقى اتصرف فيه، هشوف هبيعه ازاي، فربنا بيدبرها من عنده. فقد ايه الشغل مميز جدا. عايزه اوريكم حاجه. وريني يا احمد الشنطه دي، هات الشنطه دي. ايوه دي. بصوا يا جماعه، الشنطة دي شيك جدا وعملية. انا اصلا قبل ما اشتغل فيهم كنت بفكر اعمل لنفسي واحدة، علشان الافراح اللي ان شاء الله باذن الله عندي فرحين قريب، فمحتاجة شنطة زي دي. اول حاجة ينفع تمسكيها كده، ينفع تمسكيها طبعا تعلقيها من دراعها. لذيذة خالص وبسيطة وسيمبل، ما فيهاش اي شغل، ما فيهاش اي زخرفة. دي ابسط حاجة ممكن اعملها لك لو انت عايزاها. بتنفذها بالديزاين اللي انت عايزاه. ولو عندك شكل في دماغك او حاجة معينة في دماغك ممكن انفذها لك، مفيش اي مشكلة. اي حاجة في دماغك ممكن تتخيليها اعملها لك، انفذها لك. ده لولي عادي. فينفع ان انا مثلا ايه، جراب الموبايل ده ينفع ان انا اخرج بيه، اروح بيه اي حته عادي، ممكن اروح بيه الجامعه، ممكن اروح بيه الشغل. شايل الموبايل بدل ما انا ماسكاه في ايديا ورايحه جايه بيه. تمام. اهو برضو حجمه كبير جدا. بصوا حتى القطعه دي مميزه جدا وشكلها حلو قوي. تنفع تحطيها على التسريحه وتحطي فيها فرش الميك اب بالشكل ده. لذيذه ومميزه خالص. ومش الشكل ده بس، في كذا شكل تاني. وكمان القطعه دي انا بطلعها هديه على اي شنطه تطلع، ايا كانت هي ايه. تمام. في طبعا هدايا على اي حاجه انا بعملها او اي اوردر انا بعمله، لازم اطلع معاه جفت هديه علشان خاطر العميل يبقى مبسوط بيبقى مبسوط بالهديه اكتر من الاوردر ذات نفسه. وبكده اكون قلت لكم على كل الافكار او كل اللي كان شاغلني عنكم الفتره اللي فاتت. فادعوا لي ربنا يوفقني ويكرمني، علشان انا كمان داخله على مرحله اصعب واصعب، وهي اني هيكون معايا بيبي تاني. فادعوا لي ربنا يقويني على اللي انا فيه، ويقويكم انتوا كمان، ويقوي كل ست مصريه على ان هي يبقى عندها كاريرها وطموحها. انا ما ببصش للفلوس بجانب النجاح. النجاح اولا ثم الفلوس، ما فيش اي مشكله، احنا هنتعب وهنلاقي ان شاء الله مقابل وربنا هيكرمنا. بس قبل كل شيء لازم نكون ناجحين في حاجه، لازم نكون متميزين في حاجه. ما ينفعش نعيش عيشه كده وخلاص، لا. على قد ما احنا هنقعد في البيت ومش هنشتغل وخلاص قررنا ان احنا نقعد في البيت، لا، لازم نعمل لنفسنا بقى خلاص وقفه، ونعمل حاجه ونشوف احنا متميزين ومتفوقين في ايه ونقدر نعمله. طبعا عندك حاجات تانية كتير غير شغل الخرز والورد. في عندك صواني الشبكة، في عندك
طرات التطريز، لو شاطره في التطريز ممكن تعملي تطريز بقى على مناديل كاتب الكتاب، تطريز على الشنط، تطريز على مثلا بياضات الركنه او الانتريه. عندك مثلا يعني افكار كتير ممكن تعمليها. ممكن تعملي الشمع المعطر، الكونكريت اللي انا اشتغلت فيه فتره قبل كده بس ما حبيتهوش لان كنت بوصل محافظات، وكان على ما يوصل للعميل كانت شركه الشحن بصراحه بتدمر الحاجه، فكنت بخسر فلوس وبخسر العميل. فحاجات كتير جدا. البرفيوم ممكن تشتغلي مثلا في الكروشيه، في المكرمية، مكنة الخياطة لو شاطرة في التفصيل تجيبي مكنة كده وتشتغلي فيها في البيت مع نفسك، تفصلي بقى، تخيطي، ان شاء الله حتى تتني وتقصري وتظبطي هدوم للناس. انت كده دي شغلانه هتكسبي منها وتاكلي عيش. بتعرفي تعملي دونتس، بتعرفي تعملي حلويات، بتعرفي تعملي مخبوزات، بتعرفي تعملي اي حاجه في الدنيا، ايدك هتبقى شغاله طول الوقت. ربنا يوفقكم ويكرمكم جميعا، وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد باذن الله. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهارده تعملوا لي لايك ليه. مع السلامه ودمتم في رعايه الله.